ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا بقى زي ما انتم شايفين كده الجو بدأ يسقع، والمشروبات اللي بتدفي بقى في الشتاء كده وجميلة. زي السحلب. النهارده هنعمل مع بعض السحلب عشان السحلب يطلع معاكي مظبوط واحلى من بتاع السوبر ماركت والكافيهات. خليكي تتابعي معايا الخطوات دي والمقادير دي. سحلب طريقته معتمدة. عشان نعمل السحلب كويس هنجيب الكوبايه اللي هيتعايري بيها وحديها. تمام يا ست الكل؟ معايا كوبايه لبن بودر، ومعايا كوبايه دقيق رز. دقيق الرز ده لقيتيه في السوبر ماركت هاتيه، بس انا برضو بقولك خليها موفره، طريقه موفره. فانا جبت كوبايه الرز، غسلتها ونشفته كويس قوي لغايه لما ما بقاش فيه اي ميه، وطحنته في المطحنه بتاعه التوابل. وبعد كده عملته بمصفى خرومها ضيقه شويه. واللي نزل بقى هو ده اللي هي المصفى السلك. اللي نزل ده بقى هو ايه؟ دقيق الرز. ولا اشتري كيس بالشيء الفلاني زي ما بيقولوا ولا حاجه، احنا بنعمل بوصفتنا على قد الايد وهتبقى حلوه معاكي وجميله. ومعايا كوبايه نشا، ومعايا كوبايه سكر بودر. حلو الكلام. برضو سكر البودر انا طحنه السكر في البيت. وعشان بقى الطعم الجميل ويديله بقى نكهة كده زي اللي في الكافيهات وأحلى، بنحط معلقتين 3 جوز هند، ومعلقة فانيليا حلوة كده عشان تديله الريحة الجميلة، ونص معلقة ملح. هتحطي ملح على السحلب ده، الملح ده اللي هيظهر لك كل الأطعمة. وأنا حاطة على كل الكمية دي نص معلقة صغيرة، مش حاجة يعني. ومعايا طبعا السمسم اللي هو ملك السحلب بقى، اللي بيظبط السحلب ويخليه عسل عسل. السمسم ده انا جايباه ومحمصاه. ومعايا السوداني. طبعا انت ممكن تحطي مكسرات، تحطي زبيب، تحطي جوز بتاع ده سوداني، براحتك خالص خالص خالص. بس لو هتحطي مكسرات حمصيها برضو عشان تخرج الزيوت بتاعتها ويبقى ليها نكهة حلوة. السوداني ده مش صحيح، انا عاملاه لفه صغيره في المطحنه يعني جرشته. لو انت مش عايزه تعملي بالمطحنه حطيه في كيس نايلون، وهاتي مدق البفتيك او ايد الهون وكسريه كده زي ما انت شايفه اهو، مش مطحون، في قطع كده باينه. هنعمل ايه؟ وصفه سهله جدا وبسيطه. هاتي معانا البوله بتاعتك او طبق. هننزل بقى كل الكوبايات اللي احنا قلنا عليها دي، اللبن البودر والنشا والرز ودقيق الرز والسكر البودر كده. وهننزل باللبن اهو. نزلنا بكل المكونات. نزلنا بكل المكونات. انا عايزاكي تبصي على الكميه. انت بتروحي تجيبي كيس صغير جدا وبالشيء الفلاني زي ما بيقولوا. هنزل برشه الفانيليا ونص معلقه الملح و3 معالق جوز هند على الكميه كلها. جوز الهند دي ممكن انت تحطي معلقتين، تحطي مش اقل من معلقتين. عايزه تزودي زودي، لان من طبيعه جوز الهند ان هو بيعزز النكهه والريحه في المكونات. هنقلب بقى كله تقليب جيد جدا جدا جدا. وما ننساش بقى هنحط شويه سمسم. بصوا اهو كده، وهنقلب كويس جدا. ما حطيتيش ليه سوداني يا رندا؟ لا، السوداني مش هيتحط عشان انا دلوقتي لما اجي استخدم السحلب بتاعي ده هرفعه على النار، فالسوداني هيطرى، هيبقى طعمه مش ظريف. لكن انا بحط السوداني والمكسرات على وش الكوبايه كده، يديكي بقى القرمشه مع السخونيه بتاعت السحلب. يا عيني، احلى مشروب في الشتاء يدفي ومغذي لاولادك. تفضلي تقلبي كده يا ست الكل تقليب كويس قوي عشان السكر واللبن والنشا والدقيق الرز كله يتداخل مع بعضه. زي ما انتوا شايفين بقى كده بودرة السحلب او السحلب اللي عملناه في البيت بأقل التكاليف. والله الرز موجود طحناه، والسكر موجود، كل حاجة موجود. ولو انت مش عايزة تعملي الحاجة دي في البيت، روحي عند العلاف او العطار هاتي من كل حاجة ربع كيلو.
بصي بقى هنعبيه في برطمان نضيف بقى طبعا ومعقم كده. انت بتقولي بينك وبين نفسك السمسم كتير، لا يا حبيبة قلبي، السمسم مش كتير، ده هو احلى حاجة فيه ان انت لما بتيجي تشربيه في سمسم كده ومتطعم وجميل. هعبي البرطمان وهشوف الكمية دي هتطلع معايا قد ايه. زي ما انتوا شايفين الكمية طلعت برطمان كيلو ونص، شايفين اهو. بتشتري انت بقى الكيس الصغنن خالص ده اللي ما بيطلعش حاجة بقد ايه. لو انت من اللي بيشتروا السحلب قوليلي كيس السحلب بتشتريه بكام، ولما تعملي وصفة بودرة السحلب هتوفر معاكي قد ايه. طبعا انا شلت بقى بقية السمسم وحطيت عليه السوداني المجروش ده. لما نيجي نعمل بقى كوباية السحلب بنحط على وش الكوباية كده، يا سلام يا سلام. وزي ما قلت لكم ممكن نستبدل السوداني بأي نوع مكسرات. ممكن لو بتحب الزبيب تحطي على المكسرات أو السوداني شوية زبيب، كله هيبقى معاكي طعمه حلو وجميل. ازاي بقى؟ انا هقولك تركايه عشان لما تيجي تعملي السحلب وتقدميه لاي ضيف يجيلك محدش ينتقدك ويقول ايه اللي انت عاملاه ده. احنا بنعمل ايه؟ بنجيب كوبايه اللبن او كوبايه الميه او كوبايه نصها ميه ونصها لبن زي ما انت عايزه. وزي ما احنا قلنا في المكونات في لبن بودر، بس عشان نعزز الطعم اكتر ونزود القيمه الغذائيه بنعمله بلبن. انت حسب مقدرتك. بنجيب معلقه كبيره من معالق الشوربه وبناخد معلقه هرميه على الكوبايه، سواء ميه على لبن صافي، كلها هي بتاخد معلقه. وبتقلبي الكوبايه بالمعلقه بتاعت مسحوق السحلب على البارد يا ست الكل عشان ده فيه نشا. وبعد كده بترفعيه على النار وتقلبي. هنا بقى التركايه، عايزاه خفيف زي اي مشروب بتشربيه يتقدم للضيوف من غير معلقه. فهماني ليه؟ لان هو بيتشرب بالكوبايه او بالمج، مش محتاجه معلقه. لكن لو انت بتحبيه قوامه زي المهلبيه شويه كده تقيل، لازم تقدمي في الحاله دي معاه معلقه للضيف او للي هيشرب كوبايه السحلب. لكن ما يبقاش خفيف وقدم معاه معلقه، هوبا هينتقدوكي يقولوا ليه مقدمه المعلقه ليه. احنا بنعمل كده. فخليكي شطوره واموره واعملي اللي مطبخ رندا بيقولك عليه. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، وتقولوا لي الوصفة حلوة ولا فيها اي حاجة، يعني اي تعليق كده حلو منكم. ولو انت بتشتري كيس السحلب الجاهز قوليلي بتشتريه بكام والمقدار اللي فيه قد ايه. بيبقى 250 جرام 300 جرام بالكتير قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين الكمية موفرة ولا تعبتني ولا اي حاجة، وهيبقى عندك في المطبخ بتعمليه اي ضيف يجيلك. ولادك وهم بيذاكروا تعملي لهم كده في فترة البريك بتاعهم كوباية كده تدفيهم وتغذيهم. ويا ست الكل اعمليها في البيت ما تشتريهاش. خلاص يلا نقول ايه بقى؟ باي باي.